ويجب على المرأة أن تحكم لجام الرجل قبل أن يرفسها ويسقطها من فوق ظهره. ما هو هذا اللي جاء مؤرفيس؟ ما اسمه الكتاب هذا؟ اسمه الرجل والحمار. ومن هو الحمار المؤلف؟ وحدة حمارة، قصدي مؤلفة اسمها كئيب الحيوان. خلاص يعني أنا ما عبست يا سبا، قد سبا أبوها. وينهق الرجل. ممكن توطي النهيق حقك شوية وتخلي احنا نشتغل؟ أكيد جالس تكتب فضيحة جديدة لجريدة الفضيحة. احترمي نفسك. مأمون بن حمادي عمره ما يكتب إلا حاجة محترمة. وريني آخر احتراماتك يا أستاذ. فضيحة الفنانة المشهورة سوسو مع سائقها، وفضيحة طلاق المذيعة الكبيرة شوشو من شاب مغمور. اقرأ فضيحة الموسم وشاهد فضيحة بالصور. انتظروا فضائح العدد القادم. بليز بليز لو سمحتوا، مش قادر اتكلم من الفوضى والله. ايوه يا بيبي. ليه زعلانة؟ دبدوب الفالنتاين والورود ما عجبنكش؟ طيب ولا يهمك، انا كنت مستني بس الكريسماس وبجيب لك بابا نويل ويرقص ويغني هابي نيو يير. الفالنتاين حرام والكريسماس بدعة وبابا نويل يشيل حرق. الطبيخ الحامي شم وطعم وشلي. تفضلوا معي، لا تستحوش لا تستحوش لا تستحوش لا تستحوش. وكل ما يهم الرجل هو أن يأكل ثم يأكل ثم يأكل ثم ينام. صدقيني إن هذا الرجل اللي في الكتاب عايش حياته صح. لو سمحت يا بابا، نشتي نعرف آخر أخبار العالم. لا أنا الشي فتاوى. لا افتحوا نحن فيلم الأنبيجي، يلا خلينا نتفرج. افتحوا لنا أغاني شعبية. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم عليه. خلوا احنا نشوف حاجة تفيدنا تنفعنا. يفتح لنا فضائح النجوم الله يخليك يا بس. أخبار فتاوى شعبي 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 شعبي. انتوا يعني عمركم ما تتفقوا على كلمة هكذا؟ إن للمرأة كيان مستقل لها كافة الحقوق، وأن الرجل تتتي الرجال هذا ودي الكتاب هذا. هذا اللي يخرب عقله. هذا الكتاب يا معي. هذه الشري مدرج. بابا أنت صادرت الكتاب. عاد صادر الكتاب وانت لو زي ديال اللقان والرفاس عاد اربطوش جنبه. وانتوا لا ما تحترموا جنفسكم، لا اخلق التلفزيون والراديو واخلق النت واخلق المطبخ واخلق الحم. ما بتفعلي يا ليلى؟ اعتصام على باب الحمام. من حقي أن أعتصم في أي مكان وفي أي وقت. الحمام ما بتحركش. الحمام ما بتحركش إلا لما تتنفذ مطالبي. أي مطالب الحين؟ مش وقت المطالب، وقت الحمام. ما بتحركش. إنه ما المطالب يا ليلى؟ مطالبي أولاً الإفراج عن كتاب المصادر. وهذا كله علشان كتاب الرجل والحمار. افرج عن الحمار تفرج عنا ندخل الحمام، الله يسترك. ثانياً مشاركة الرجال في غسيل الصحون. أنا بغسل صحون واغسل البيت، خليني ادخل الحمام. الو صاحبة الفضيحة، سجل عندك عاقل اعتصام عام في باب الحمام. ثالثاً إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. نعم. البيت ده محتاج لرئيس يجي يحكم زي الناس ويفصل بين السلطات ويحكم بالعدل. العدل تخليني ادخل الحمام. اكتب عندك انتخابات رئاسية مبكرة. هتتت وسجل عندك يا اخي، مواطن مزنوق باب الحمام ما خلوش يدخل الحمام. سجل. يعني انا لو ما ينتخبوا رئيس في البيت، يعني انا ايش موقعي انا في البيت؟ أنت هنا تملك ولا تحكم. يعني تكون زي ملكة انجلترا. تشتيتي التاني ملك يا وقع. لو ما فيش انتخابات بالبيت ده أنا بضرب عن الطعام. اضربي عن الطعام وانا باكل اكلش. والله اصوت معه. سجل عندك مظاهرات حاشدة في المطبخ تنذر بمجاعة عارمة تهلك الأخضر واليابس. ايوه حتى فاطمه وصفيه قد بيتظاهروا. ضروري يا بابا تنزل لإرادة الجماهير وتسمع صوت الناس، لأن أنت بتكون رئيس اللجنة العليا للانتخابات. انتوا شويه مجاني وتشتغلوا يجننوني معاكم. افعلوا انتخابات. عاش حمادي نصير الديمقراطية.